أهلا بيكم. النهاردة هنحكي قصة ممكن تكون مش قديمة قوي، بس هي بصراحة مدهشة وفي نفس الوقت بتخوف شوية. حكاية عن عقل، بس عقل مش بشري، عقل من صنع إيدينا وبيفكر. كل القصة دي، كل الثورة اللي بنعيشها النهاردة بدأت من سؤال واحد بس، سؤال شكله بسيط لكن في الحقيقة عميق جدا وغير العالم كله. السؤال ده كان من عالم الرياضيات العبقري ألين تورينج، وسأل: هل الآلة ممكن تفكر؟ شوفوا بقى عبقرية فكرة تيورينج، الفكرة اللي كانت الشرارة الأولى لكل ده. قال إيه؟ قال ببساطة لو جبنا آلة وخليناها تتكلم مع إنسان، والإنسان ده معرفش يحدد هو بيكلم إنسان زيه ولا بيكلم آلة، ساعتها يبقى لازم نعترف إن الآلة دي ذكية. هو ده بالظبط اللي بقى معروف بعدها باسم اختبار تيورينج. طيب، من هنا بقى الرحلة بدأت بشكل رسمي. خلاص الفكرة اتشهرت وبقى ليها اسم، لكن الحماس والتفاؤل الكبير ده للأسف ما خدش وقت طويل، وفجأة كل حاجة وقفت. قابلتهم انتكاسة ضخمة جدا. يعني شوفوا الأحداث مشيت إزاي. الموضوع بدأ في 1950 بسؤال تورينج. بعدها ب6 سنين بس، سنة 56، جه جون ماكارثي وادى للمجال ده اسمه الرسمي اللي كلنا بنستخدمه النهاردة: الذكاء الاصطناعي. الدنيا كانت بتجري بسرعة، لكن للأسف الحماس ده اتبخر، ومع دخول السبعينات والثمانينات بدأ اللي بيسموه شتاء الذكاء الاصطناعي. الحلم ده ببساطة كده اتحطم. كل الطموحات والأحلام الكبيرة دي اصطدمت بحيطة سد. الواقع كان إن الكمبيوترات في الوقت ده كانت أضعف بكتير، أبطأ بكتير من إنها تشيل حلم زي ده. والنتيجة، التمويل كله وقف، والمستثمرين سحبوا فلوسهم، والناس كلها بدأت تبص الموضوع الذكاء الاصطناعي ده على إنه مجرد خيال علمي، حلم مستحيل. بس في عز اليأس ده ظهرت فكرة جديدة تماماً، فكرة غيرت كل حاجة. الباحثين فكروا وقالوا: لحظة واحدة، هو إحنا زي بنحاول نعلم الآلة كل حاجة بنفسنا، نديها كل قاعدة وكل معلومة، طب ما نسيبها هي اللي تتعلم لوحدها زي الأطفال كده. ومن هنا بالظبط الحلم اللي كان مات بدأ يرجع للحياة من تاني. المفهوم الجديد ده هو اللي احنا عارفينه دلوقتي باسم التعلم الآلي أو الماشين ليرنينج. فكرته في جوهرها بسيطة قوي. بدل ما تدي للكمبيوتر أوامر وقواعد، لا، انت بتديله بيانات، داتا كتير، كميات مهولة من الداتا، وتقول له: اتفضل اكتشف انت بقى القواعد والأنماط بنفسك. والعبقرية هنا إنه بيقلد بالظبط الطريقة اللي الطفل الصغير بيتعلم بيها. فكروا فيها كده. أول حاجة بنديله بيانات كتير جدا زي الطفل اللي بيشوف ويسمع كل حاجة حواليه. تاني حاجة بنسيبه هو اللي يربط الأمور ببعضها ويكتشف الأنماط. تالت حاجة، ودي بقى أهم نقطة، بنسيبه يغلط عادي جدا. والخطوة الرابعة، هو لوحده بيصلح غلطه وبيتعلم منه عشان ما يكرروش تاني. ومع كل غلطة بيتعلم منها بيبقى أذكى. وهنا بقى حصلت الطفرة الحقيقية: الإنترنت. فجأة العالم انفجر بالبيانات، بقى عندنا محيط من الداتا، كل صورة بتترفع، كل عملية بحث، كل لايك، كل كومنت، كل ده اتحول لوقود، بنزين بيشغل المكنة دي وبيخليها أقوى وأذكى كل ثانية. الداتا فعلا هي الذهب بتاع العصر الجديد، وهي اللي خلت حلم الذكاء الاصطناعي حقيقة. وبفضل الوقود ده كله، الذكاء الاصطناعي قدر أخيراً يخرج من سجن المعامل والأبحاث النظرية ويدخل حياتنا اليومية، داخل بيوتنا وشوارعنا. ما بقاش خلاص فكرة بنتكلم عنها، لأ، ده بقى واقع ملموس بنعيشه كل يوم وكل ساعة. طيب، موجود فين بالظبط؟ الإجابة في كل حتة حوالينا حرفياً، في الموبايل اللي في إيدينا، في العربيات اللي بنسوقها، في المستشفيات اللي بتعالجنا، في ترشيحات الأفلام اللي بنشوفها، في الكاميرا، حتى في بصمة الصباع اللي بنفتح بيها الموبايل. هو بقى جزء من نسيج حياتنا. وده بقى بيوصلنا لآخر وأهم فصل في الحكاية، السؤال الحقيقي اللي الذكاء الاصطناعي بيفرضه علينا. هو مش سؤال عن الآلة على فكرة، هو سؤال عننا إحنا، عن اللي صنعوا الآلة، عن البشر. وهنا بنلاقي نفسنا قدام سؤال محير: هل الاختراع ده نعمة ولا نقمة؟ من ناحية هو أكيد نعمة، بيسهل حياتنا بشكل لا يصدق، بيقلل الأخطاء البشرية، بيوفر وقت ومجهود، وبيساعدنا نحل مشاكل كانت مستحيلة في الطب والتعليم وغيره. لكن على الناحية التانية في خوف حقيقي وقلق. طب إيه اللي هيحصل لو بقى أذكى مننا؟ طب ماذا لو في يوم من الأيام استغنى عننا خالص؟ في مقولة مهمة جدا بتقول: الخوف الحقيقي مش من الذكاء الاصطناعي، الخوف من اللي ماسك الزرار. ودي هي الخلاصة. الآلة نفسها ما عندهاش ضمير، ما عندهاش أخلاق، هي مجرد أداة، بس أداة قوية جدا جدا. الخطر كله مش فيها، الخطر في إيد اللي بيستخدمها. وفي الآخر القصة دي كلها بتسيبنا قدام سؤال واحد، سؤال مفتوح ومصيري:
السؤال مش عن قدرات الآلة وصلت لفين، لأ، السؤال عننا إحنا، عن حكمة الإنسان ونضجه. السؤال هو: هل إحنا كبشر مستعدين فعلا نتحمل مسؤولية القوة الجبارة دي اللي إحنا نفسنا اللي خلقناها؟